هي فعلا عاصفة اليونان جاية على مصر، بس يا ترى ايه اللي هتعمله جوه مصر؟ وهل فعلا هي بدأت دلوقتي باللي احنا شايفينه في الجو من امطار وعواصف؟ من ساعات قليلة اتفاجئنا بالعاصفة بايرون اللي ضربت اليونان، وللاسف كان في سيول وفيضانات واجهتها اليونان خلال الساعات اللي فاتت وعملت كوارث حرفيا هناك. بس بدأت تنتشر اخبار على السوشيال ميديا بتقول ان العاصفة دي جاية على مصر، وان العاصفة هتعمل سيول وامطار وفيضانات، وتحديدا بعد الامطار اللي ضربت مصر امبارح والنهارده. واتقال انه لسه الفترة اللي جاية هيكون في عواصف اكتر وامطار اكتر، وكل ده بسبب العاصفه بايرون. فالعاصفه دي ضربت اليونان وكانت في اتجاهها لقبرص، وفعلا في خلال الساعات اللي هي قعدت فيهم في اليونان وفي قبرص خدت الاف الكيلومترات معاها من الدولتين، وبيوت كتير اتاثرت والطرق، وبقى في فيضانات وسيول حرفيا. وده من ضمن الفيديوهات اللي اتعرضت للاماكن هناك في اليونان وفي قبرص. بس طلع مصدر مسؤول وهي دكتوره منار غانم من المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، واكدت فعلا على ان العاصفه دي خلصت مهمتها هناك في اليونان وفي قبرص، او بمعنى اصح في جنوب اوروبا، وجايه على الشرق الاوسط ومنهم مصر. بس العاصفه هناك كانت ضربت الاماكن دي بقوه 80 كيلو متر في الساعه، لكن المفروض ان المنخفض الجوي هيكون فقد جزء كبير من قوته لما يجي على الشرق الاوسط، والفتره اللي جايه هيكون في امطار غزيره وبالذات على السواحل الشماليه، بس بقوه من 40 ل 50 كيلو فوق البحر، وده المفروض انه هيكون اقل من اللي حصل في اليونان. بس لانه اجزاء كبيره جدا من القاهره ومحافظات تانية النهارده وامبارح حصل فيهم امطار بشكل شديد، وده اللي خلى الناس على السوشيال ميديا تسال هل فعلا العاصفه دي هتيجي وهي بدات. والدكتوره منار اكدت فعلا على انها هتيجي بس مش بنفس القوه، وعلشان كده الفتره اللي جايه يا ريت نكون متقلين في اللبس قبل ما نخرج. وده اللي خلى بعض الجهات المختصه تنزل تنبيهات بخصوص العربيات وهي ماشيه في الشوارع، من ناحيه انها تاخد حذرها من ناحيه المسافه الامنه او تشغيل الانوار في حالات الضباب او المطره، الالتزام بحارتك المروريه، ولازم نطبق قوانين السواقه بالظبط، وده طبعا حفاظا على سلامه اي حد موجود في الشارع. وحقيقي ربنا يكون في عون كل الناس اللي موجوده في الشوارع سواء على رجلها او في المواصلات او في عربياتها، ويا رب اللي حصل في اليونان ما يحصلش في مصر ابدا، وبنتمنى الخير وان شاء الله مش هيحصل حاجه وحشه، بس لازم ناخد حذرنا. انا عادل مجدي، شير كتير جدا الفيديو ده لان ناس كتير جدا بتسال ايه اللي حصل بسبب العاصفه دي في اليونان، وهل الكلام ده هيحصل في مصر ولا لا، ومستني رايك. هل انت متوقع ان في عز المطره الناس تبقى موجوده في الشوارع اكتر ولا الناس هتقعد في البيوت؟ وهل هنعرف نلتزم بقوانين المرور عشان نحافظ على صحتنا؟